اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. النهارده هتبقى اخر حلقه بنتكلم فيها عن الدارك نايتس بتوع الدارك مالتيفيرس. هنتكلم على باتمان ذا دون بريكر، ناخد فكره عنه عن قدراته في الكوميكس. ذا دون بريكر هو شخصيه تبع دي سي كوميكس. اول ظهور ليه في الكوميكس كان شهر سبتمبر سنه 2017. الكلام ده كان في العدد رقم 1 من سلسله الكوميكس دارك دايز ذا كاستنج على ايد الكاتب سكوت سنايدر. هو بروس وين من ايرث نيجاتيف 32 في الدارك مالتيفيرس، وهو صغير كان ماشي مع ابوه وامه، بيطلع عليهم حرامي اسمه جو تشيل بيموتهم وبيهرب. ساعتها بروس بيفقد كل المشاعر البشرية بما فيها الخوف، فبيلاقيه خاتم أخضر وبيضمه للجرين لانترن كور. بروس مش بيهتم بالكلام ده كله، كل اللي هو بيشوفه إن الخاتم ده ما هو إلا وسيلة عشان يموت الشخص اللي قتل أبوه وأمه. بيدور عليه بيلاقيه بيحاول يموته، الخاتم بيعترض علشان ده ضد أساسيات الكور. بس برضه بروس مش بيهتم وبيشحن الخاتم بقوة إرادته الفاسدة، فالخاتم بيفسد وبيتشوه وبيسمح له إن هو يموت جو تشيل. بعد ما بيموته بيرجع لجثة أبوه وأمه وبيحاول يرجعهم تاني على قيد الحياة، بس الخاتم مش بيكون قادر إن هو يعمل كده. آخره كان إن هو بيرجعهم على شكل undead لفترة مؤقتة وبيبقوا عاملين زي الزومبي. بيبقى بطل مدينة جوثام معروف باسم جرين لانترن، بيموت المجرمين من غير شفقة أو رحمة. كان بيتعاون مع الشرطة في الأول، بس المحقق جوردن بيتخنق بعد ما بيموت البينجوين، بيطلب منه إن هو يبطل قتل للمجرمين. بروس بيشوف إن ما ينفعش يبقى فيه أي حد يمنعه من تطهير العالم من الشر، فبيموت جوردن هو كمان عشان يجي الجرين لانترن كور عشان تعتقله. بتحصل معركة ما بينهم، بس بنشوف ان بروس بيبقى الخاتم بتاعه مشحون للغاية بشكل قوي جدا، فبيعرف يتغلب عليهم كلهم وبيقتلهم بما فيهم الجارديانز. بعد كده بيزهق من كونه جرين لانترن، بيقرر ان هو يتطور لحاجة اكبر، بيخش جوه باور باتري، وبسبب ان هو متأثر بأعظم مخاوفه اللي هي الخفافيش، هو بيمتص قدر كبير جدا من الطاقة الجرين انرجي بالاضافه للظلام. بيخرج شكله متغير، بيبقى عنده قسم جديد ويبتدي يعرف باسم باتمان ذا دون بريكر. في نفس اللحظه دي الكون بتاعه ابتدى يتدمر، بيسمع صوت بيناديه من الظلام، بيكون باتمان هو لافس اللي بيبقى جايب معاه ريد ديس ومردر ماشين. بيقول له شايف المالتيفيرس اللي فوقينا ده، انت تقدر تطرد منه الضوء وتشده للظلام. وبيحط قصاد اختيارين، الاولاني ان هو يموت مع الكون بتاعه، التاني ان هو ينضم ليهم كدارك نايت من الدارك نايتس بتوع برباتوس، وبرباتوس هيرجعوا لابوه وامه. هو بيوافق للانضمام اليهم، واول لما بيوصل ايرث زيرو بيطلع على كوست سيتي، بيقابل هال جوردن جرين لانترن، بيخش قصاده في معركه كان على وشك ان هو يموته، بس دكتور فيت بيظهر في اللحظه الاخيره وبينقذ هال جوردن. فبنشوف ان دون بريكر بيغرق المدينه في الظلام. بعد كده بيساعد ميردر ماشين في السيطره على الواتش تاور. بعد كده بيحبس هال جوردن في بات كيف تحت كوست سيتي. هال جوردن بيحاول يضيق الكهف، وبنشوف ان هو بيردد القسم بتاعه. هو بيقول له ما تتعبش نفسك، القسم بتاعك ملوش اي لازمه في البات كيف بتاعي. بعد كده بيمتص الضوء من الخاتم بتاع هال جوردن. هال جوردن بيقاوم بس في الاخر بيتهزم. دون بريكر بيودي هال جوردن لمدينه جوثام عشان يتم استخدامه كبطاريه للتونينج فورك، بس سايبورج بيساعد هال جوردن على الهرب. بعد كده بنشوف ان هال ومعاه مارشال مان هانتر ومستر ترافيك كانوا على سنجر بيدوروا على الفينيكس كانون، بس بيتعمل لهم كمين من قبل ديفستيتور ودون بريكر وميرسيلس وبيتاخدوا على جوثام. لما الدارك نايتس على متن سفينة الكارير كانوا بيطاردوا ريفن وفلاش وسايبورج على متن التيما سول، هو بيخش في معركة قصاد ريفن اللي بتعرف تتحكم في مجسدات الظلام اللي بيعملها، بس هو بعد كده بينتصر عليها، كان عايز ينفيها الفويد وسايبورج بينقذها. في المعركة الأخيرة للدارك نايتس قصاد الجاستس ليج بنشوف ان وندر وومن بتصحي الابطال، والجاستس ليج بتنتصر على الدارك نايتس بعد مساعدة باتمان اللي بيرمي باترينجز مصنوعة من التنس ميتال. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي قدراته هو عنده قوة إرادة قوية للغاية، لدرجة ان هو افسد الخاتم بعد دقايق من حصوله عليه. عرف يخلي الخاتم يسخر طاقة الظلام الموجودة جواه، بيعرف يعمل مجسدات من الظلام معتمدة على الظلام في روحه. عنده قوة بدنية كبيرة جدا وانرجي بروجيكشن وفورس فيلد والقدرة على الطيران. الخاتم بتاعه المعتمد على الظلام بيعرف يبطل عمل باقي الخواتم المعتمدة على الضوء، والنسخة دي اللي هي دون بريكر معتمدة على نسخة بات لانترن بتاعت إرث 32. هو بيمثل خوف باتمان من مدى خطورته لو بقى معاه قوة خارقة، بالإضافة لمدى خوفه لو اليأس والإحباط بتوعه وصلوا لأقصى درجة ممكنة، وبيمثل ندمه إن هو مش عارف يتخطى موت أبوه وأمه. بس كده دي كانت حلقة سريعة اتكلمنا فيها على باتمان ذا دون بريكر في الكوميكس. أنا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس أنت إيه رأيك في شخصيات الدارك نايتس، رتبهم على حسب قوتهم وقولي مين أكتر واحد عجبك. احنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة. لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.